لو عندك ألم في ظهرك أو عرق نسا أو انزلاق غضروفي فأكيد سمعت الجملة دي إن لازم تعمل عملية عشان تخف، وإن الانزلاق الغضروفي عمره ما بيرجع لطبيعته بدون عملية. وأكيد فكرت في العملية كأنها الحل السحري اللي هيخلصك من ألم الظهر ده، لكن هل فعلا الجراحة هي الحل السحري اللي هيخلصك من الألم ده فعلا ولا لأ؟ وهل الانزلاق الغضروفي ده مش بيروح غير بالعملية؟ وهل العملية دي هي الحل الأول اللي نلجأ له ولا في حاجات أفضل من العملية؟ هل العملية دي لها مضاعفات ولا ملهاش مضاعفات؟ وامتى لازم نلجأ للعملية؟ فالنهاردة هشارك معاكم قصة حقيقية لأحد المرضى عندي، وهو شاب رياضي كان بيحب يروح الجيم واتصاب في التمرين، تمام، وحصل له ألم في أسفل الظهر وبدأ يحصل تنميل في رجله. فراح كشف والدكتور قال له لازم تعمل عملية فورا عشان تقدر تمشي على رجلك وتقدر تمارس حياتك الطبيعية. فالنهاردة هعرفكم هل فعلا عمل العملية دي ولا لأ، وهل كان في حلول أخرى ووصلنا معاه لإيه، ودلوقتي بدأ يرجع يلعب رياضة ولا لأ، والدنيا معاه واصلة لإيه. خليك معايا لآخر الفيديو عشان أحكي لك خلاصة قصته دي إن شاء الله. بس الأول لازم تعرف إن للأسف 85% من عمليات الظهر كان يمكن تجنبها بالعلاج الطبيعي وبالتمارين العلاجية، وما كناش هنحتاج نلجأ للعمليات دي. لأن مشكلة ألم أسفل الظهر دي بتبدأ تظهر للناس من كتر القعدة الطويلة. يعني موضوع منتشر جدا مع السواقين، بيجيلي سواقين كتير جدا موضوع منتشر معاهم ألم أسفل الظهر وانزلاق الغضروفي. منتشر مع الناس اللي بتقعد على المكتب باستمرار، تمام، المحاسبين بالأخص لأنه أغلب شغله قاعد على المكتب. منتشر كمان مع الناس اللي بتروح الجيم، سواء راح الجيم ولعب تمرين شديد على ظهره سواء ديد ليفت او سكوات باي شكل ما وحصل له اصابه في الظهر. منتشر مع الناس اللي طبيعه شغلهم ان هو بيشيل شغل تقيل كل يوم، فالناس اللي بتشيل كتير جدا دول منتشر معاهم الام اسفل الظهر وانزلاق الغضروفي وعرق النسا. مع كل اللي احنا قلناهم دول بيكون عندهم الم شديد ورخم جدا، وانا شخصيا جربته لان حصل لي انزلاق غضروفي والالم رخم جدا، وخصوصا لما يسمع تنميل في رجلك بيبقى موضوع لا يطاق. لكن كل الحالات دي مش محتاجة تدخل جراحي، تمام. يعني في كل اللي احنا قلناهم دول مفيش ولا حالة فيهم تحتاج لتدخل جراحي غير بشروط معينة هنعرفها لكم برضو. ف95% من الحالات دي بترتاح مع العلاج الطبيعي ومع التمارين العلاجية بشكل طبيعي تماما وبيرجع لطبيعته. والانزلاق الغضروفي بيروح بالعلاج الطبيعي، بيروح بالعلاج الطبيعي وبترجع لطبيعتك وتمارس حياتك وتعمل كل اللي انت عاوزه. وحتى لو العلاج الطبيعي لو استمريت عليه 6 شهور بدون تحسن، فقبل ما تلجأ للجراحة فممكن تبدأ تجرب برضو الحقن والعلاج الدوائي. الحاجات دي بتجيب نتائج كويسة جدا قبل ما تفكر في الحل الجراحي. طب ليه مش بنرشح العملية؟ يعني ليه ما فكرش في الحل الجراحي واخلص على طول واخلص من الألم المستفز ده؟ أول حاجة لأن للأسف أغلب الحالات اللي بنشوفها بيعاني من مضاعفات بعد العملية، والألم المستفز ده بيفضل مستمر معاه ما بيتحسنش، وممكن يحصل له تنميل زيادة. العصب لو اتضغط عليه أو اتلمس في العملية الموضوع بيبقى صعب جدا، وساعتها العلاج الطبيعي يعني بيكون فرصه أصعب بكتير من قبل العملية. يعني قبل العملية كنت هتتحسن بشكل أحسن بكتير من بعد العملية لو حصل لك مضاعفات في العملية. ده غير طبعا إن أكتر من شخص بيحصل لهم انزلاق غضروفي آخر غير بتاع العملية جنبه بسبب تثبيت الفقرات دي والضغط الأكبر على باقي الغضاريف، تمام، ما انت مثبت الفقرة فالطبيعي ان انت بتوطي كل الفقرات بتتحرك. فتخيل في فقرات قافلة المدى بتاعها وضغط على الفقرات التانية ان هي اللي تشيل الحمل كله، تمام. فبعد كده بنلاقيهم محتاجين عمليات تاني، يدخل عملية تاني يثبت فقرات تاني، حوارات تاني انت في غنى عنها. مش محتاج تفكر تلجأ للحوارات دي غير في الحالة اللي هنقول لك اللي ساعتها لازم تعمل عملية هعرفها لك. ولو ما عندكش الحالة دي فانت ما تفكرش في العملية نهائيا غير بعد العلاج الطبيعي لفترة طويلة، قد تمتد ل6 شهور قد تمتد لسنة بالعلاج الطبيعي والعلاج الدوائي والحقن قبل ما تفكر في العملية. فسواء عندك انزلاق غضروفي او عندك ألم في أسفل الظهر او عندك عرق النساء او عندك تزحزح حتى في الفقرة نفسها فيها كسر واتحركت درجة من مكانها، تمام، فأيا كان اللي عندك من الحالات دي فابدأ الأول بالعلاج الطبيعي والتمارين العلاجية.
تمام. سواء عندك انزلاق غضروفي، كنا عاملين فيديو كامل بكل التمارين، وما شاء الله ناس كتير جدا اتحسنت عليه، لدرجة ان بيجي لي ناس من دول عربية كتير بسبب الفيديو ده. تمام. فشوف الفيديو ده وابدأ طبق التمارين. لو عندك انزلاق غضروفي او عرق نسا، لو عندك تزحزح فقرات، برضو عاملين فيديو ليه بكل التمارين العلاجية والدواء اللي تمشي عليه، فبرضو شوف الفيديو التاني ده لو عندك تزحزح فقرات. طبعا هتعرف انت عندك انزلاق غضروفي ولا تزحزح فقرات ولا مجرد شد عضلي من خلال الرنين. لو عملت اشعه رنين بتعرفك ايه اللي عندك بالظبط، سواء انزلاق غضروفي او مجرد شد عضلي شديد عندك او تزحزح في الفقره دي من خلال اشعه الرنين. لكن امتى بقى لازم تلجأ للعمليه ويكون هو الحل الجراحي اللي هيفيدك فعلا؟ اول حاجه لو فقدت التحكم في البول والبراز. تمام. يعني لو بدأت الكح وتلاقي بول بينزل بغرازة، مفيش تحكم في الأعصاب بتاعتك، وعندك ضعف شديد جدا في رجلك الاتنين، والألم بيزيد بشكل غير محتمل حتى مع العلاج الطبيعي المستمر، الألم مش بيتحسن ومستمر زي ما هو، أو أنت حصل لك إصابة مباشرة، حصل فيه كسر في الفقرة سواء حادثة أو أيا كان. فلو حصل لك اصابه مباشره في العمود الفقري، فالحالات دي ساعتها لازم تعمل عمليه، وان شاء الله يبقى بالشفاء. تمام. يعني ان شاء الله ربنا يكتب لك فيها الشفاء. وطبعا مهم جدا تختار دكتور متخصص في الموضوع ده، يعني متخصص في عمليات العمود الفقري، عشان العمليه بتبقى صعبه جدا ونشوف للاسف كوارث في العمليات دي. ونصيحتي الصديقه ليك من اخ لاخ، ما تستعجلش عمليه الظهر دي نهائيا. تمام. فجرب الاول العلاج الدوائي، جرب العلاج الطبيعي لمدة 6 شهور، جرب الحقن. كل الحاجات دي ما جابتش معاك نتيجة والألم شديد ومستمر وفي ضعف في الساقين، فتوكل على الله وروح لطبيب متخصص، حد تستأمنه كده يكون كويس، يعمل عملية وخير إن شاء الله. واخيرا لو انت بتعمل حاجات غلط هي اللي مسببه الم في ظهرك ده، فلازم تبطل الحاجات دي. يعني ما تبقاش انت طبيعه شغلك عمال تشيل تقيل وطول الوقت بتشيل تقيل وتقول لي العلاج الطبيعي ما جابش نتيجه. ما طبيعي ما يجيبش نتيجه. لو انت بتسوق بال 12 ساعه باستمرار، هيحصل الم في ظهرك. هيحصل الم في ظهرك حتى لو ما عندكش انزلاق غضروفي، هيحصل لك الالم ده. فاعرف ايه الحاجات اللي سببت الاصابه دي وتبعد عنها. اول حاجه تمام، بنشيل الروت اوف كوز، يعني السبب المشكله الاساسي لازم تستبعده وتشيله، عشان العلاج الطبيعي او العلاج الدوائي او التمارين العلاجيه او الحقن او ايا كان او الراحه السلبيه. في ناس بتعمل راحه سلبيه وتعمل كمادات في البيت وبتتحسن والله، بس شيل السبب الاساسي اللي سبب لك المشكله دي. طب لو انت ما شلتش السبب ده وقلت لي استسهلت يا عم انا اروح اعمل عمليه، رحت عملت عمليه وفي السبب ده موجود، ما ظهرك برضه هيبوظ وهتحتاج عمليه تاني وتحتاج عمليه تالت، وحياتك كده مش هتتحسن. فانت الحل الجذري الاساسي انك تشيل السبب ده. والله لعبت تمرين غلط هو اللي سبب لي المشكله، الغي التمرين ده، في 1000 تمرين بديل. يعني ما تبقاش خلاص ما تعقدش الدنيا، والله الشغلانه دي شيل وتعب وضغط، يا عم خلاص نشوف شغلانه بديله ليها تكون اقل مجهود. تمام. بتقعد باستمرار، والله كل نص ساعه قوم اقف وفك جسمك وافرد ظهرك. يعني ابدأ شيل السبب اللي مسبب لك المشكلة دي عشان تتحسن فعلا. بس وبكده نكون خلصنا رسالتنا النهاردة. فلو شايف الفيديو ده مفيد فاعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وممكن تعمل شير وتعمل منشن لصاحبك اللي ظهره بيوجعه وبيفكر في التدخل الجراحي عشان نفيد أكبر عدد من الناس. وطبعا ما تنساش تشترك في القناة عن طريق انك تضغط على صورتي هنا بحيث يوصل لك كل جديد أول ما ننزله إن شاء الله. ونشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.